كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا كلنا يا رب ويجعله شهر الخير والبركة. امبارح طبعا الاهلي والزمالك سهرونا سهرة مفيش يعني زيها. عارف اللي هو انا وفنانيس نشعروا بالحزن. الزمالك اتغلب والاهلي اتغلب، محدش احسن من حد. الاهلي طبعا بيتلقى اول هزيمة ليه في الدوري وبيخسر برباعية من البنك الاهلي، والاول مرة الاهلي مع كولر بيدخل فيه العدد الكبير ده من الاهداف في مباراة واحدة في الدوري المصري. سريعا كده ايه اسباب الهزيمة ومين المسؤول، كولر ولا اللاعبين؟ هقولك بالنسبة لي ان كولر كان عنده الشجاعة انه يعترف بخطأه، وفعلا الاهلي بقاله اكتر من مباراة، مش المباراة دي بس، بيعاني من المشاكل الدفاعية وعنده اكتر من مشكلة، بس كان الخصم مش بيقدر انه يسجل قدامه، فكانت بتعدي مرور الكرام. لو تفتكروا احنا الماتش اللي فات احنا فايزين، ولكن لو رجعتوا بالفيديو كنتوا هتلاقوني بتكلم عن مشاكل الاهلي الدفاعية، وده كمان كان في وجود منعم. فما بالك النهاردة وانت بتلعب من عدم وجود محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم؟ انا بالنسبه لي المفاجاه في التشكيله ان انت لعبت عمر كمال عبد الواحد بجانب رامي ربيعه. ايه اللي انت شفته في عمر كمال عبد الواحد يديك المواصفات دي؟ هو طلع قال ان هو جربه في ماتش ودي وهو كان كويس، ولكن مع احترامي الشديد جدا انت عملت روتيشن في اكتر من مركز بتريح اللعيبه وخلاص، احنا متعودين مع ده على فانت كنت بتلعب بربيعه عمر كمال عبد الواحد في الناحيه الثانيه، قدامه علي معلول اللي مفيش اي كيمستري ما بينه وبين عمر كمال عبد الواحد. الناحيه التانية بقى الجبهه التانية اللي كانت فيها مشاكل كمان كبيره جدا، اكرم توفيق قدامهم، كريم فؤاد بقالهم كتير ما لعبوش برضو مع بعض، مع ان انت كان عندك حل انت كنت مجربه. مش بنتكلم هنا انه كان ممكن ما يغلطش، لا، بس هو ده الحل اللي انت جربته، اللي انت كنت تلعب محمد هاني جنب ربيعه وتلعب بقى بعمر كمال او اكرم توفيق باك يمين، او خالد عبد الفتاح اللي انت استخدمته قبل كده في مباراه مهمه جدا. ما كانش ايجاد بنسبه 100%، بس اكيد كان هيكون افضل من عمر كمال اللي ما لعبهاش اصلا. طبعا دي كلها افكار كانت ممكن برضو تصيب وتخطئ، بس احنا بنتكلم عن اللي حصل في المباراه، ان عمر كمال عبد الواحد كان ثغره كبيره جدا وزود من هموم دفاعات الاهلي، وده مش بسبب عمر كمال عبد الواحد، انا ما اقدرش الومه، ولكن السبب هو كولر. ولو بصيت هتلاقي في اكتر من كوره. بص هنا عمر كمال عبد الواحد ده مش مكان ان انت تراوغ فيه، اتضغط عليه واتقطع وتحولت بعد كده لهجمه خطيره، لان بص مفيش وراه غير ربيع. نفس الكلام في الهدف الاولاني، هو هنا برضو بص يعني اللاعب بتاع البنك وقع، بس هو هنا فوتها، وده لا لعدم احساسه اصلا بالمركز اللي بيلعب فيه، فطبعا راحت بعد كده وقدر بامبو يسجل الهدف الاولاني في غفله من الدفاع اللي كان عنده سرحان مش طبيعي. الفكره ان كولر كان شايف المشكله الكبيره دي وفضل سايبها لاخر المباراه، وهنا عند كولر لازم ان هو يتغير. انا صراحه من محبي كولر، ومن ساعه ما جه الاهلي وعنده بصمه واضحه جدا مع كولر، ولكن زي ما بنشيد بكولر لازم لما يحصل اخطاء تبتدي تتكلم عنها. هو انت جربت فكره ولقيت ان الفكره مش ناجحه وعمال يدخل فيك هدف تلو الاخر تلو الاخر، انت كانت فين الحلول اللي كولر كان بيعملها عشان يمنع الاهداف اللي جابها؟ كولر كان بيحاول بقى ان هو ما يمنعش الاهداف اللي بتيجي فيه، يزود غله الاهداف اللي هو بيجيبها. وشفنا المباراة اللي فاتت برضو بدأ بندفيد والسولية وغير في الدقيقة 70، وكان ممكن برضو الماتش يهرب منه. فكولر عليه انه يراجع حساباته واخطائه ان هو يتداركها. ما عنديش مشكله ان انت ما تغيرش بدري مادام ده افكارك، بس لما تلاقي ان في حاجه مش جايبه تاثيرها حاول يكون عندك تغيير مبكر ينقذ لك المباراه. ولكن اعتقد ان كولر ولاعيبه الاهلي كانوا شايفين ان البنك الاهلي اصلا متزايل الدوري ومش بيقدم افضل اداء، واحنا اوريدي في المباراه كان عندنا اكتر من فرصه محققه، فحسوا اللي هو ايه ما علينا بالاخطاء الدفاعيه، احنا كده كده نقدر نكسب. ساعدهم في ده الهدف الاولاني اللي كان هدف مميز جدا. بص هنا المساحه الكبيره اللي موجوده في دفاعات البنك الاهلي اللي رضا سليم كان بيصول ويجول فيها طوال الشوط الاولاني، واعتقد لولا ان رضا سليم كان راجع من الاصابه كان هيديك افضل من اللي كان موجود اوريدي. فهنا اكرم توفيق على طول في بوست تمركز والناحيه الثانيه فاضيه، راح اداها رضا سليم، ومعلول كده بيظهر له ويرجعها يديها لامام عاشور اللي بص بيقول له اديني الكوره، لان عنده مساحه كبيره بيسددها وبيصدها ابو جبل وبتروح لانتوني موديس وبيسجل الهدف الاولاني. والحقيقه ان افكار كولر بقى على الجانب الهجومي كانت واضحه وظاهره. انت بتشوف مصطفى شوبير من افضل الحراس اللي بيلعبوا في رجلهم، وهو كان ساعد انك تسجل الهدف الثاني والهدف الثالث، خصوصا مع دفاعات البنك الاهلي اللي كان فيها مشاكل بالجمله.
فالهدف الثاني بتتلعب كوره طويله بيخطئ فيها مدافع البنك الاهلي عبد الغني، ورضا سليم طبعا بيستغل الفرصه وبيسجل الهدف الثاني. وبعديها على طول رامي ربيعه بياخد الكوره وكان ماشي وهو اللي عمل الباص ده لرضا سليم اللي برده ما كانش تصرف فيه افضل حاجه. عد معايا بقى الفرص اللي جات لك كمان. والهدف الثالث جه من نفس الفكره برده مصطفى شوبير لطاهر، ليه طبعا خلاص قفشه اداها لحسين الشحات وقدر ان احنا نسجل الهدف الثاني. ومن نفس الافكار واللعب على رضا سليم كمان قبل ما يخرج، بص هنا مضيعين هدف التقدم، كوره من قفشه رضا سليم انفراد بيقول له روح هات جول. فكولر كان بيلعب على المساحات الكبيره اللي موجوده عند البنك الاهلي اللي كان عنده فيها اكتر من فرصه، ولكن الاهلي ما قدرش يستغلها. كولر بدأ تغييراته بعد كده بانه يغير كريم فؤاد وينزل مكانه طاهر محمد طاهر، ويغير رضا سليم ونزل مكانه حسين الشحات، وينزل ندفد مكان امام عاشور، لانه كريم فؤاد ما كانش موفق في المباراه دي، وبرده كان عنده مشكله هو واكرم توفيق هنتكلم عليها بقى في الجانب الدفاعي. وبص هنا بيضيع جول مالوش وصف. هل الاهلي كان عنده فرص تقدر تنهي المباراه؟ ده صح. هل بقى الاهلي كان وحش جدا على المستوى الدفاعي؟ ده صح كبير. الاهلي كان صفر. غير الاهداف اللي دخلت في الاهلي، البنك الاهلي كان عنده كمان فرص اخطر بسبب المساحات اللي موجوده ورا علي معلول والناحيه الثانيه ورا اكرم توفيق. طيب ده كان رجع من ايه؟ منه الوينجين سواء كريم فؤاد او رضا سليم مش بيرجعوا بشكل كبير. الحاجه الثانيه ان انت لما لعبت بعمر كمال عبد الواحد جنبيه رامي ربيع كان لازم تامنه بحد من خط النص مع امام عاشور مع مروان عطيه، زي مين؟ زي كريم ندفد اللي انت اصلا بتبدا بيه كل المباريات. ثنائيه قفشه وامام عاشور هتنجح جدا لو الفرقه الثانيه هي طول الوقت متكتله، فانت بتحاول تفكهم باكتر من لاعب، لكن هو كان بيلعب قدامك جيم مفتوح في هجمات رايحه جايه. والثنائيه دي لازم هتبقى عارف انك بتخاطر وراها بريسك كبير دفاعي. الكلام ده تعمله لما تبقى مطمن بقى بتلعب بياسر ومحمد عبد المنعم والوينجات بتوعك بيرجعوا، فتقدر تغطي على انك تلعب بالاثنين دول. لكن مشاكل في الدفاع ثم في خط النص، انت بتشوف قفشه كان مميز شويه في بعض الكور هجوميه، لكن في الكور الدفاعيه عنده مشاكل احنا اوريدي عارفين. اكتر من كوره في الدفاع بص قفشه بيجي يحلق بيقوم التانيين مراوغينه، وبفضل كمان السرعات اللي موجوده عند البنك الاهلي. فانت كده بقى عندك مشاكل دفاعيه في خط النص والمشاكل الدفاعيه اللي ورا، غير كمان الوينجات ما بيرجعوش، الباكات انت مطيرهم، فعندك مشاكل كتير قوي. هدف كده تبتدي تتكلم عنه. قلنا الهدف الاولاني يمكن هو غلطه عمر كمال عبد الواحد، بس بص ما فيش حد اصلا مغطي وراه. هنا الكره دي كانت لياو، بص هو هنا راوغ علي معلول وبرده لوحده وشغال لوحده وشاط. نفس الكلام، بص المساحه الطويله العريضه اللي هما كانوا شغالين فيها، والناحيه الثانيه هو كل شويه يراوغ اكرم توفيق ويقدر ان هو يروح على المرمى. فالكاونتر اتاك بتاعتهم كانت خطره جدا. يمكن الكره دي ما تسجلتش هدف، بس بص خطوره دفاعات الاهلي. هو هنا اللاعب قاطع لوحده والاثنين المدافعين ورا يعني خارجين اصلا من الكوره، وده اللي كان بيحصل طول المباراه. انت بتلاقي رامي ربيعه لوحده، عمر كمال لوحده، حد تاني لوحده. يمكن الهدف اللي تقدر تلوم فيه مصطفى شوبير، يمكن الهدف ده هو ورامي ربيعه ما احسنوش التصرف هما الاثنين، كل واحد فيهم اعتمد على التاني فدخل الهدف الثالث. وبص الهدف الرابع ما شاء الله، شايفين يا انتوني مودست الكرات العرضيه بتتلعب ازاي؟ الراجل لوحده جدا طبعا، هاني ما فيش تغطيه معاه. هنا بصوا عمر كمال بعيد جدا عن الصوره اصلا، وهو جابها براسه وسجل الهدف الرابع. فالاهلي عليه انه يوجد حلول. هيعمل ايه في ظل غياب الاثنين دول؟ هل كولر ممكن يطلع حد من الناشئين يجربه في مركز المدافع؟ لانه اكيد هيبقى مركزه افضل من اللي احنا شايفينه. حاجه اخيره ان انت نزلت كهربا في اخر 5 دقايق ولعبت باثنين مهاجمين. ماشي انتوني مودست كان بيحاول ان هو يساعد في الالتحامات، بس جات له كورتين اللي هو المفروض مميز بيهم من علي معلول اجوان، هو برده ما قدرش ان هم يسجلوا. يا وسام والله انا عشمانه عقبال ما يخلص التوقف ان انت ترجع وترحمني من مودست. الاهلي كمان في بعض الاوقات كان بيحاول يطبق الضغط، وفي الكوره الوحيده الاهلي عمل ضغط فيها قدر ياخد الكوره بسبب دفاعات البنك الاهلي. طيب عامه دي مباراه وخلصت، واكيد الاهلي هيستفاد منها بشكل كبير جدا. الاهلي كان لازم يتعلم انه في بعض الاحيان مش هتنصفك الكوره، ولما هتكون وحش هتخسر، ومش حل ان انا يبقى عندي مشاكل دفاعيه ان انا اسجل اهداف اكتر، لازم احل المشاكل الدفاعيه.